ان شاء الله هنتكلم عن الرؤية اللي احنا لو شفناها في المنام. الرؤية دي بتدل على حسن حالنا عند ربنا سبحانه وتعالى، والله اعلم واعلم. اللي بيحلم ان هو بيقرأ قرآن في المنام، او ان هو شاف الكعبة الشريفة، او شاف الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. الاول هنتكلم عن اللي بيحلم ان هو بيشوف قراية القرآن في المنام. لو جات له صورة معينة بيقراها، ده يعني مطلوب منه انها تكون ورد ليه. لو شاف الكعبة الشريفة في مكانها الطبيعي وان الناس بتطوف حواليها، ده دليل على رضا ربنا عليه. رؤية الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في المنام دي برضك من المبشرات بالخير وتفريج هموم وقضاء حوائج. ودي من الرؤى المميزة بالنسبة للإنسان الصالح. فده لو حد حلم بالقرآن وبالكعبة وبالمسجد النبوي أو رؤية الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، يكون مطمن وحاسس ان هو يعني كده في معية ربنا وان اعماله صالحة. ويا رب دايما كده ابشركم بالخير، ونحاول ان احنا على قد ما نقدر نكون في طاعة الله وفي معية الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونكسر دايما من الصلاة على سيدنا النبي، فيها تفريج هموم بجد من أجمل ما يمكن. ودايما نعمل ورد لينا، نحاول ان احنا نكون ملتزمين بالاستغفار، بصلاة قيام الليل. في حاجات كثيرة جميلة نقدر نعملها هتخلينا في راحة نفسية وفي معية الله. ويا رب دايما كده يجعلني أبشركم بالخير. وأي استفسار عن أي رؤية أو أي حلم ابعتولي في الكومنتات، وإن شاء الله أرد عليكم. ويا رب كده نكون في معية ربنا، ويكون أمورنا للأحسن، ونحاول إن احنا نرضى بالمكتوب ونرضى بالمقسوم، وربنا يعني يتقبل منا صالح الأعمال.